بورسعيد البلد الوحيدة اللي ليها طقوس خاصة وهي بتحتفل بشم النسيم. أنا فاكرة واحنا صغيرين كنا بننزل قبلها بيوم نتفرج في الشوارع وهما بيحرقوا الألمبي. دي حاجة ما كانتش بتحصل غير في بورسعيد، والناس كتيرة من جميع المحافظات كانت بتيجي عشان تتفرج. وتاني يوم كانوا بينزلوا الجناين وبيروحوا على البحر ياكلوا الفسيخ والرنجة والمنجقونة أو المنجقونة، تقولوا عليها بريوش، تقولوا عليها شوريك، تقولوا عليها فريك. هي بورسعيدي أصلي على أصولها، وما ينفعش ابقى بورسعيديه معاكم ومقولكوش الطريقه الاصليه اللي تطلع معاكم زي ما انتوا شايفين، هشه وقطنيه وخطيره. وهقولكوا على كل الاسرار والتركات اللي الناس كلها بتخبيها عليكم عشان تطلع معاكم بالجمال ده، بطريقة أمي رحمة الله عليها وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. كانت زمان بتعملها لنا وتعمل معاها البيض الملون، كانت تحطه لنا البيض الملون في نص المنجقوناية أو المنجقونة وتلف عليها العجين. هقول لكم الطريقة واحنا شغالين. تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوة وتشتركوا في القناة وقولوا لي بتتابعوني من أي بلد. ويلا بينا تعالوا نشوف. اختبر الخميرة بتاعتي الأول، لو انتم متأكدين منها اشتغلوا على طول. معايا كيس خميرة ومعلقة سكر، وهحط عليها مية دافية تمام او لبن يعني او حليب يعني، وهقلبهم وهغطيها واسيبها تخمر واتأكد ان الخميرة بتاعتي تمام كده. هعمل مقدار قليل من الدقيق عشان اللي حابب يعمل. معايا نص كيلو دقيق، عليه نص كوباية سكر. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الخميره زي ما انتوا شايفين ما شاء الله خمرت وبقت زي الفل، وهتطلع لي ان شاء الله عجينه تحفه زي ما انتوا شايفين. اقل من ربع معلقه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقتين كبار لبن بودر. اللبن بودر ده اختياري، ومعلقه خل كبيره ممكن تستغنوا عنه بس هو محسن طبيعي سبحان الله. معايا بيضه وطبعا فانيليا، انتوا ممكن تحطوا زبادي، انتوا ممكن تحطوا كريم شانتيه، كلها اضافات هتخلي العجينه بتاعتكم حلوه. ممكن تستغنوا عنهم خالص عادي، هتطلع معاكم عجينه تحفه هشه ان شاء الله طالما بتعملوها بحب وبتعملوها بضمير والنيه سالكه هتطلع معاكم جميله جدا. انا هنا بعجن بميه دافيه، ممكن تعجنوا بلبن او بحليب زي ما انتوا حابين. ممكن تعملوا خليط بين اللبن والميه اللي انتوا حابينه اعملوه، هتطلع معاكم في الاخر عجينة هشة قطنية طالما ماشية على التركات والتكنيك اللي احنا ماشيين عليه هتطلع معاكم تحفة. زي ما انتوا شايفين عجنتها ولمت معايا نص كوباية زبدة على زيت. انا عاملة خليط بين الاتنين، انتوا ممكن تستخدمي حاجة واحدة بس، زبدة بس او زيت بس، او تعملي خليط بين الاتنين. ممكن تحطي معلقة سمنة بلدي هتوديها في حتة تانية خالص، بس عايزينها الاسهل عجنوها كويس وخدموا العجينة بتاعتكم هتطلع معاكم ما شاء الله. المطة اللي فيها تلزيقة بسيطة بس ماسكة في نفسها زي ما انتوا شايفين. نقلتها في بولة ودهنتها كده زيت وهسيبها بقى تخمر معايا كويس جدا. دي الخمرة الاولى. زي ما قلت لكم قبل كده المنجقونة بتخمر مرتين، لا انا بقول لكم بتخمر 3 مرات، وهقول لكم ازاي دلوقتي. ما شاء الله هنا سيبوها ساعة ونص عشان الجو برد. غطوها كويس، دفوها كويس قوي، هتخمر معاكم ان شاء الله. انا هعمل كويرات زي ما انتوا شايفين على قد الليمونه الكبيره شويه، الحجم اللي انتوا حابينه. عايزين الحجم اللي انا عاملاه تقريبا هنقول لو بالميزان، الناس اللي بتشتغل بالميزان وعايزه التركات وكل واحده قد التانية، هنقول تقريبا 50 ل 55 جرام الكره الواحده. عايزين تكبروها عن كده المقاس اللي انتوا حابينه. عملتها كلها كويرات وما سبتهاش ترتاح ولا حاجه، انا اشتغلت على طول. مع اول كوره عملتها بدأت بيها زي ما انتوا شايفين، ده الشكل اللي هو التقليد المتعارف. الصينيه بتاعتي دهنها دهنة زيت تمام كده، وببدأ اشكل بقى الاشكال. انا هوريكم كذا شكل وانتوا اختاروا الشكل اللي يريحكم. طبعا في اشكال تانية كتير، والشكل اللي يريحكم والاسهل بالنسبه لكم اعملوا مع اولادكم هيحبوها. هنا بفرد العجينه وببدا الف لفه كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كانت ماما الله يرحمها يا رب ورحمه الله عليها ويجعلها ان شاء الله في الجنه باذن الله، بتحط البيضه وبتلف عليها العجينه زي ما انتوا كده شايفين تمام. تعملوها بقى ملونه، تسيبوها مسلوقه، كانت بتبقى وترسموا عليها كمان. يعني كنا بنرسم بقى شكل عين وبق، بصوا كنا مدلعين ايام زمان. ده كمان شكل ده لذيذ قوي وكمان سهل. هي الاشكال اللي انا عاملاها كلها ان شاء الله تبقى سهله عليكم. عايزين تعملوها كلها الشكل اللي هو المتعارف اللي هو بتاع المنجقونه بتاعنا العادي او البريوش. تمام كده.
بتاخدوا الكوره بتاعتكم وتفردوها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الموضوع على فكره سهل خالص، بتلفوها لفه ودي شكل البطه، بتلفوها لفات عكس بعضها بتديكوا الشكل الجميل ده. الشكل اللي يريحكم اعملوه، قولوا لي عملتوها ولا لا. قولوا لي بتعملوها بأنهي طريقه، عشان انا عارفه ان هي لها كذا طريقه، بس دي الطريقه الاصليه. وطبعا احنا بقينا الجيل الجديد بتاعنا بنزود لبن بودر، بنحط كريم شانتيه، احنا بقينا بندلعها. اما هما كانوا زمان كل حاجة كانت حلوة وكانت ريحتها حلوة وطعمها حلو وفيها بركة، فكان زمان أحلى بكتير من دلوقتي. فبس احنا بنحاول نجمل كل حاجة على قد ما بنقدر. ربنا يحسن ما بين ايديكم، تعملوا كل حاجة حلوة لأولادكم. زي ما انتوا شايفين ضد ضفيرة، طبعا انا كنت متلخبطة الاول بس الحمد لله ظبطت معايا. طبعا اللي عندها بنوتات بقى ربنا يخليهم لها هتعرف تعملها بمنتهى السهولة. انا ما بحبش اعمل الضفيرة قوي لان هي بتاخد عجين اكتر، بس انا حبيت اوريكم كذا شكل انتوا ممكن تعملوه عشان لو انتوا حابين تغيروا. يعني لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا حطوا لي اللايك الجميل وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي بتحبوها ولا لا. طبعا هي من الحاجات الجميله والمعجنات السهله البسيطه المش مكلفه وبترمي معاكي كميه. واحنا كمان لسه في الشتاء، فبقى مع شويه شاي او شاي بلبن او كوبايه القهوه وتفطروا بيها تتعشوا بيها، فحاجه بجد سهلة وبسيطة وجميلة جدا. هعمل معاكم الضفيرة تاني بس هقفلها على بعض. زي ما قلت لكم انا عملت لكم كذا شكل، الاسهل بالنسبة لكم اعملوه. اعملي زي ما انا عملت كده نص كيلو، مش هياخد معاكي وقت خالص. فرحي ولادك، جميلة جدا، طعمها خطير جدا، تحفة. زي ما انتوا شايفين انا قفلتها، عملتها ضفيرة وقفلتها. قولولي بقى اي شكل عجبكم فيهم وايه الاسهل بالنسبة لكم. هخلص بقى كل كمية العجين وهسيبها تخمر مرة تانية، يعني هغطيها كويس وهسيبها تخمر معايا لحد ما تضاعف حجمها. زي ما انتوا شايفين دي الخمرة التانية. تمام. هدهن الوش بتاعي بصفار بيض وعليه لبن وعليه سكر بودر وعليه فانيليا. هقولك الاسهل، ممكن تستخدمي لبن بس، ممكن تستخدمي صفار بيض بس وعليه فانيليا وحبة سكر بودر، ممكن تستغني عن السكر بودر خالص. والاسهل من كل ده حبة مية عليها حبة سكر ودهن الوش وهيطلع معاكي زي الفل. اول ما بدأت تخمر شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 او 220، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن بتاعك. المعجنات عامة بتدخل على فرن سخن في اعلى درجة حرارة عشان ما تنشفش معاكم. لو لقيتوها اتحمرت من تحت بس ممكن تشغلوا الشواية، بس هو الفرن طالما حامي معاكي ومدخلاه على فرن سخن هتتحمر معاكي من فوق وتحت من غير الشواية. هنا بقى متعارف طبعا بيتحط لها سكر، ممكن تحطوا لها فواكه مجففة، ممكن تحطوا لها قطع شوكولاتة. دلوقتي بيحطوا لها لوتس وبيستاشيو ونوتيلا وبيدلعوها اخر دلع. بس انا بحب الكلاسيك بتاعتنا المنجقونة الطبيعية اللي هي حتى من غير سكر، تحفة خطيرة. جربوها وارجعوا قولولي في الكومنتات. التركية عشان تفضل معاكي طرية، اول ما تطلع غطيها بفوطة نظيفة بتاعة مطبخ تفضل طرية معاكي. عايزة تخزني منها وهي دافية حطيها في اكياس او في علب وحطيها في الفريزر، ووقت الاكل طلعي منها تسيبيها تفك او حطيها في الميكرويف ثواني كده هتلاقيها فكت معاكي وطلعت طرية اكنك لسه عاملاها. هستنى رأيكم ايه واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.